سلام، عاملين ايه؟ حكايتنا النهاردة عن قديس شهيد اسمه فوكا. فوكا كان عايش في بلد اسمها سينوب، وكان عنده بستان، يعني جنينة بيزرع فيها كل حاجة من الفاكهة والخضار. وجوه البستان ده كان عامل بيت صغير علشان يعيش فيه. وكان فوكا بيحب ربنا يسوع جدا، وعلشان كده كان دايما بيصلي في كل وقت. حتى وهو بيشتغل في البستان كان بيفضل يصلي ويسبح ربنا ويشكره على كل الحاجات الحلوة اللي اداهاله. وكان فوكا بيحب كل الناس وبيساعد الناس الفقراء والمحتاجين. وكمان كان بيعمل حاجة حلوة قوي اسمها إضافة الغرباء، يعني لو شاف أي حد غريب جه البلد بتاعته كان بياخده عنده في بيته يأكله ويشربه وكمان يخليه يبات عنده. ولما الناس كانوا بيسألوه انت ليه يا فوكا بتحب وتساعد كل الناس، فكان بيقول لهم لأن الآية بتقول من يحب الله يحب أخاه أيضا، يوحنا الأولى 4:21. وأنا بحب ربنا يسوع جدا وبسمع كلامه، علشان كده أنا بحب كل الناس. ولأن كل الناس بيحبوا فوكا فكانوا بيحبوا يسمعوه وهو بيتكلم عن ربنا يسوع في البستان بتاعه، وبعد كده يخرجوا من عنده مبسوطين وفرحانين ويحكوا لباقي الناس عن فوكا اللي عرفهم ربنا يسوع. وفي يوم سمع الملك دقلديانوس، وده كان ملك مش بيؤمن بربنا يسوع وبيعبد تماثيل الحجارة ومش بيحب المسيحيين وبيموتهم. فلما الملك دقلديانوس سمع عن فوكا وعن الحاجات الحلوة اللي بيعملها وعرف انه مسيحي اتضايق جدا، وقال ازاي يعني تسيبوا فوكا المسيحي ده عايش لغاية دلوقتي. وحكم الملك دقلديانوس على القديس فوكا المسيحي بالموت، وبعت العساكر علشان ينفذوا الحكم ويروحوا يموتوا فوكا في البلد بتاعته. وسافروا العساكر لمدينة سينوب بلد فوكا علشان ينفذوا حكم الملك. وبعد مشوار سفر طويل وصلوا سينوب بالليل، وكان فوكا قاعد بره البستان بتاعه. وأول لما شافهم عرف على طول إنهم أغراب ومش من البلد بتاعته، فقال لهم تعالوا اتفضلوا عندي، انتوا أكيد تعبانين من السفر وعايزين مكان ترتاحوا فيه. ودخلهم فوكا بيته الصغير اللي عامله جوه البستان، وقعدهم وغسل لهم رجليهم من تراب الطريق وجاب لهم أكل وكمان جهز لهم مكان يناموا فيه. وطبعا عساكر الملك كانوا مستغربين جدا وبيسألوا نفسهم هو الراجل ده بيعمل معانا كده ليه وهو ما يعرفناش قبل كده. وطبعا هما ما كانوش يعرفوا ان الراجل ده هو فوكا اللي جايين يدوروا عليه علشان يموتوه. وبعد ما العساكر اكلوا وشربوا وارتاحوا قالوا له احنا لازم نمشي، لكن فوكا مرضيش يخليهم يمشوا وقال لهم انتوا تعبانين من السفر، خليكم بيتين عندي النهارده وبكره الصبح امشوا. فالعساكر قالوا له لا، احنا لازم نمشي علشان ننفذ امر الملك، لاننا جايين البلد بتاعتكم ندور على راجل اسمه فوكا، لان الملك دقلديانوس بعتنا علشان نموته لانه مسيحي والملك مش بيحب المسيحيين. ولما فوكا عرف ان العساكر جايين يموتوه لانه مسيحي وبيحب ربنا يسوع ما كانش خايف، وقال لهم انا اعرف فوكا اللي انتوا بتدوروا عليه واعرف مكان بيته وهساعدكم تنفذوا حكم الملك، بس خليكم بيتين الليلة دي عندي وبكرة الصبح انا هجيب لكم فوكا هنا لغاية عندكم. ووافقوا عساكر الملك وباتوا عند فوكا في بيته. وبعد ما ناموا خرج فوكا من البيت وقعد في البستان يصلي لربنا يسوع طول الليل. ولما طلع الصبح جهز فوكا الفطار لعساكر الملك، وبعد ما اكلوا وشبعوا قالوا له يلا بقى نروح عند فوكا علشان ننفذ المهمة بتاعتنا. فقال لهم انا نفذت كلامي وجبت لكم فوكا هنا لغاية عندكم زي ما وعدتكم امبارح. فالعساكر قالوا له طيب هو فين، هاتوا هنا بسرعة. فرد عليهم وقال لهم انا هو فوكا اللي انتوا بتدوروا عليه علشان تموتوه. فالعساكر استغربوا جدا وقالوا له ازاي انت فوكا، طيب لما انت عرفت من امبارح اننا جايين نموتك ليه ما هربتش واحنا نايمين؟ فقال لهم علشان انا مش خايف، لانكم لما هتموتوني هعيش مع ربنا يسوع حبيبي في السماء، ودي حاجة انا نفسي فيها من زمان. فالعساكر قالوا له بس احنا مش هنقدر ننفذ حكم الملك ونموتك لانك راجل طيب وبتحب كل الناس وبتساعدهم، واحنا اتأكدنا من ده بنفسنا لانك اكلتنا ونيمتنا في بيتك وانت ما تعرفناش قبل كده، فاحنا مش ممكن نموتك بعد اللي عملته معانا. ففوكا قال لهم انا عملت معاكم كده علشان انا مسيحي وابن ربنا يسوع، والحاجات الحلوة اللي فيا هي من عند ربنا يسوع، لان هو اللي علمني احب كل الناس واعمل الخير حتى مع الناس اللي مش بيحبوني.
وفضل فوكا يكلم العساكر عن ربنا يسوع اللي بيحبنا كلنا، وانه ازاي جه على الارض علشان يخلصنا من خطايانا ويفدينا من الموت. والعساكر بعد ما سمعوا كلام فوكا عن ربنا يسوع قالوا له احنا مش ممكن ننفذ امر الملك وهنقوم نمشي، لانك مش بتعمل اي حاجة وحشة تستاهل عليها الموت. لكن فوكا مسك فيهم وفضل يتحايل عليهم ويقول لهم انتوا عساكر الملك لازم تسمعوا كلامه وتنفذوا المهمة اللي جايين علشانها. كمان انتوا لما هتنفذوا امر الملك هتساعدوني اني اروح اعيش مع ربنا يسوع حبيبي، لانه مستنيني ومجهز لي اكليل ومكان حلو خالص معاه في السماء. وصدقوني انا هكون مرتاح ومبسوط في السماء لاني عايش مع ربنا يسوع حبيبي. ولما العساكر لقوا ان فوكا مش راضي يسيبهم يمشوا من غير ما ينفذوا امر الملك، سمعوا كلامه وعملوا اللي هو عايزه، واستشهد القديس فوكا واخد الاكليل وراح السماء عند ربنا يسوع حبيبه. بركة القديس الشهيد فوكاس تكون معانا كلنا، آمين. سلام.